السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وراحة بال. النهاردة جايه لكم بموضوع بيقولك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، ده بيقولك: هل ده جزاء المعروف؟ الدنيا تقل بركتها. بصراحة أنا بستغرب على اللي بيحصل، زي ما تكون الدنيا خلاص القيامة قربت تقوم، وكله بقى ايه، الدنيا زي بتديك ميعاد وتقولك ان ايه، ان انت مثلا إيه، خلاص اللي بيبكي عليها بقى لا ما يتبكيش عليها، اللي ماسك فيها خلاص بقى خلاص الدنيا مش مستاهله. بتحكي عن شاب مصري من شبرا سافر لقطر أيام كأس العالم، وبعد انتهاء الكاس قعد الشاب في قطر وبحث عن عمل، ما وجدش عمل. قابل هناك شقيقين مصريين فاستضافوه بالشقة اللي يقيمان بها مع شاب مصري سالم، وقعد معاهم بالشقة طوال شهر رمضان وهم ينفقون عليه ويبحثون له عن عمل، ولكن فشلوا انهم يلاقوا له عمل، وقرر يرجع لمصر. فقام الشقيقان بمشاركة الثالث بحجز تذكرة سفر له، وكان موعد السفر آخر يوم من رمضان ليلة. وأثناء نوم الشقيقان في عصر هذا اليوم قام الشاب بذبحهما وهم نائمين، ثم انتظر عودة زميلهما الثالث، ومجرد دخول الشقة ذبحوا أيضا، ثم سرق متعلقاتهم من أموال وتليفونات وملابس وما خف حمله. بس لما راح يركب الطائرة اتنسي، وتم اكتشاف الجريمة من صديقهم الرابع عندما عاد إلى الشقة. تم القبض عليه ويحاكم الألف قطر. هو ده؟ هل ده جزاء المعروف يا جماعة؟ بجد الدنيا رايحة في ده، ربنا يعافينا يا رب ويطلعنا منها على خير.